السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من كوره بودكاست على سبراي سبورت. الحلقه النهارده هنتكلم عن كل حاجه حصلت في الاسبوع، والبدايه من الدوري الانجليزي وتالق النجم الكبير عمر مرموش مع مانشستر سيتي. قاد مانشستر سيتي الى الفوز على نيوكاسل 4-0، وهو سجل هاتريك 3 اجوان اجمل من بعض. اجمل هدف فيهم الهدف اللوب بالنسبه لي احسن هدف. ماتش كان مهم جدا للسيتي في الدوري الانجليزي، والسيتي قدر يفوز 4-0 بغض النظر عن مستوى نيوكاسل المتواضع. مش احسن ماتشات نيوكاسل على الاطلاق، بس المهم مانشستر سيتي فازت قبل موقعة ريال مدريد، وهنجيلها طبعا. ماتش خلص كام بتاع ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا؟ ما هو كان ماتش طبعا مهم، ماتش مهم جدا لمانشستر سيتي. كان قبل موقعة ريال مدريد في البرنابيو في دوري الابطال. الجانب الاخر فوز ليفربول مع بقيادة محمد صلاح، هدف لمحمد صلاح وصناعة من هدف محمد صلاح. فوز ليفربول 2-1 كانت تعزز الصدارة لليفربول. ليفربول طبعا عامل اداء كويس جدا في ماتشاته الاخيرة وحافظ على الصدارة. هذه كانت الجولة 25 من الدوري الانجليزي. ليفربول بعد كده لعب ماتش جوله 26، هو اللي فتح الجوله 26. كان بيلاعب استون فيلا وتعادل معاه 2-2، واستون فيلا قدر يتعادل وكان ممكن يكسب ليفربول، اتلغى له هدفين، وليفربول طبعا ضيعت هجمات كتيره، فالماتش انتهى 2-2. وبول عثر امام استون فيلا. استون فيلا معاه فريق كويس ومعاه مدرب كويس جدا، إمري اللي كان بيدرب نادي اشبيليه. ففرقه استون فيلا عملت تدعيمات قويه جدا في الشتاء، كنا متكلمين عليهم. كان ابرز التدعيمات كان راشفورد راح على سبيل الاعاره لاستون فيلا، واستون فيلا اتعادلت مع ليفربول على ارض استون فيلا 2-2، وكده ليفربول اتعثر، كده بقى معاه 61 نقطه والارسنال الثاني، بس ارسنال لسه ما لعبش الماتش بتاعه في الجوله 26. ليفربول ده اول تعثر ليه من فتره. هداف الدوري الانجليزي حتى الان محمد صلاح رفع رصيده بالهدف اللي سجله في استون فيلا الى 24 هدف في الدوري الانجليزي، هو المتقدم بالهدافين وصناعه الاسيست. الاهداف محمد صلاح عامل 14 اسيست. محمد صلاح يعني عامل موسم تاريخي مع ليفربول، ممكن يكون الموسم الوداعي مع النادي، مش عارفين لغايه دلوقتي. ده كان الدوري الانجليزي وكل حاجه في الدوري الانجليزي، وابرز جولات الدوري الانجليزي طبعا على موعد مع ماتش ما بين مين بقى؟ مانشستر سيتي وليفربول. الماتش اللي جاي هيتلعب يوم الاحد الساعه 6:30، وده ماتش قمه في القمه، مهم جدا لليفربول بعد التعادل مع استون فيلا 2-2، ومهم جدا لمانشستر سيتي بعد الخساره الكبيره جدا والكارثيه لمانشستر سيتي امام ريال مدريد 3-1 في برنابيو، خروج مانشستر سيتي من دوري ابطال اوروبا. فكل حاجه دي هنشوفوا ايه اللي هيحصل. الماتش قوي جدا. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، نحن على موعد مع مباراة قمة ما بين ليفربول بقيادة محمد صلاح ومانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش. النجمان المصريان يقابلان في مواجهة واحدة. طبعا هنشجعوا مين؟ الاتنين بنشجعهم بكل التأكيد، والفوز للأفضل. هنشوف الماتش اللي هيبقى قمة يوم الأحد الساعة 6:30 ما بين ليفربول ومانشستر سيتي. وليفربول صح لعب جولة بدري قبل افتتاح الجولة 29 قبل أي فرقة. الماتش ده اللي هيجمع بين مانشستر سيتي وليفربول ده الأسبوع 26 ده مانشستر سيتي ملعب الاتحاد. ماتش مهم جدا لمانشستر سيتي بعد الخسارة الكارثية أمام ريال مدريد، ومهم جدا ليفربول بعد التعادل 2-2 في الجولة 29 اللي افتتحها يوم الاربعاء، والتعادل 2-2 مع استون فيلا. كل حاجه عن الدوري الانجليزي هنشوفها اللي هيحصل الفتره الجايه. ندخل على الدوري الاسباني ومفاجات الدوري الاسباني المستمره. تعادل ريال مدريد مع اوساسونا، والماتش ده شهد طرد للاعب ريال مدريد بيرينجهام، وهو كان يستحق الطرد بصراحه، انه يتلفظ كان تقريبا يعني شتم الحكم وتلفظ بالفاظ خارجه فاخد طرد. فده طبعا كده الريال. على الجانب الاخر تعادل اتلتيكو مدريد، هو كمان تعادل 1-1. تعادل اتلتيكو مدريد مع سيلتا فيجو كان مهم جدا لبرشلونه اللي هي تستغله وهي بتلاعب رايو فايكانو، وبرشلونه قدرت تفوز بصعوبه كبيره جدا على ملعبها رايو فايكانو 1-0. بس المهم لبرشلونه كان الفوز. برشلونه كده هي المتصدره الدوري الاسباني ورجعت للصداره من جديد بعد تعادل اتلتيكو مدريد وريال مدريد في ماتشاتهم في اخر جولتين. تصدر برشلونه الدوري الاسباني بالتعادل مع ريال مدريد في النقط، تعادل نقط 51 نقطه، بس الاولويه للاهداف، عدد الاهداف المسجله لبرشلونه، والريال الثاني واتلتيكو الثالث برصيد 50 نقطه، والدوري الاسباني ولع من جديد. اخر جولتين الدوري الاسباني بقى مولع، بقى فرق نقطه ما بين الاول والثالث اللي هو الثاني. دوري ابطال اوروبا طبعا خروج مانشستر سيتي بعد الخساره امام ريال مدريد 3-1 على ملعب البرنابيو، هاتريك لامبابي اللي بدع في الماتش ده وعمل ماتش كبير جدا. في مقابل مانشستر سيتي في حاجه غلط في مانشستر سيتي الموسم ده، حاجه غلط.
لعيبه مش عايزه تلعب، مدرب في مشاكل معاه كتيره، واللعيبه فيها مشاكل كتيره جدا. يعني ازاي اللعيبه مش مستعده للموسم ده؟ تخطيط والمعسكر اللي كانوا عاملينه قبل الموسم في ماشاكل كارثيه في مانشستر سيتي. الموسم ده من اسوأ موسم ليه ولبيب جوارديولا في تاريخه كله المهني. يعني بصراحه مش عارف اقول ايه. مانشستر سيتي ماتش صعب جدا. خروج مانشستر سيتي من دوري ابطال اوروبا وتاهل ريال مدريد وتاهل باريس سان جيرمان بعد فوز بسباعيه على بيرست، وتاهل PSV اندهوفن بعد مباراه ماراثونيه ضد يوفنتوس. قرعه دوري ابطال اوروبا دور ال 16. قرعه دور ال 16 هنتكلم عليها بالتفاصيل، لسه خلصانه من شويه. هنتكلم عن الفرق اللي تاهلت الاول، بعد كده هنتكلم عن القرعه والمواجهات ومين هيلاعب مين في طريقه، واحنا على موعد مع ماتشات قويه جدا. يلا بينا. الفرق اللي تاهلت معانا ال 16 فرقه عندنا برشلونه، ارسنال، استون فيلا، اتلتيكو مدريد، بروسيا دورتموند، وبنفيكا، وكلوب بروج، وفاينورد، وانتر ميلان، وباير ليفركوزن، PSV اندهوفن، وليفربول، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، ليل، نادي ليل الفرنسي. 16 فرقه. والمواجهات القرعه اتعملت من شويه ولسه خلصانه. هنتكلم عن المواجهات والقرعه مين هيلعب مين. برشلونه وقعت مع بنفيكا، ماتش حلو جدا لبرشلونه، يعني شبه محسوم بغض النظر ان بنفيكا فرقه كويسه، بس برشلونه ده الاولويه. الماتش الثاني عندنا ليل وبروسيا دورتموند، ده ماتش شبه محسوم شويه بس ممكن يبقى فيه مفاجآت لصالح دورتموند. الماتش اللي بعد كده ماتش الماني باكتساح ما بين باير ميونخ وباير ليفركوزن اللي اخذ منه الدوري الالماني السنه اللي فاتت. ماتش الماني باكتساح. الماتش اللي بعده الانتر وفاينورد، الماتش ده كويس للانتر، ماتش كويس. بس كده خلصنا اول 4 ماتشات في الجزء الاول. الجزء الثاني عندنا الارسنال وPSV اندهوفن اللي اتخطى يوفنتوس. الماتش اللي بعد كده ماتش مدريدي باكتساح، ديربي مدريد، ريال مدريد واتلتيكو مدريد لسه كانوا متعادلين من اسبوع في الدوري الاسباني، هيلعبوا بعض في دوري ابطال اوروبا. الماتش اللي بعده ماتش قوي جدا ما بين ليفربول بقياده محمد صلاح وضد باريس سان جيرمان، ماتش قوي جدا. الماتش الاخير عندنا استون فيلا وكلوب بروج، وده ماتش متكافئ من بين الفرقتين. فكده عندنا الجنب الاولاني اللي احنا اتكلمنا فيه برشلونه، وجنب فيه الريال. احنا كده النهائي هيتلعب في بايرن ميونخ في مدينه ميونخ في المانيا، فاحنا ممكن يبقى النهائي على موعد مع نهائي اسباني باكتساح ما بين كلاسيكو اسباني ما بين برشلونه وريال مدريد. ممكن تحصل الاثنين كل واحد في طريق مختلف عن التاني. طريق برشلونه الكسبان من ماتش بنفيكا وبرشلونه هيلاعب بروسيا وليل، الكسبان من ليل وبروسيا ده هيبقى في ربع النهائي. الماتشات اللي بعدها بايرن ميونخ، الفائز من بايرن ميونخ وباير ليفركوزن هيلاعب الفائز من انتر فاينورد، فده جنب برشلونه. ممكن برشلونه تصطدم في نص النهائي لو اتخطت وعدت ربع النهائي، ممكن تصطدم ببايرن ميونخ او الانتر او ليفركوزن لو حقق مفاجاه. الجنب الثاني عندنا PSV اندهوفن وارسنال، الفائز منهم هيلاعب الفائز من اتلتيكو مدريد وريال مدريد، ده هيبقى ماتش قوي. ممكن الريال او الانتر او اتلتيكو مدريد يلاعب الارسنال مثلا. الفائز من باريس سان جيرمان وليفربول هيلاعب الفائز من بين استون فيلا وكلوب بروج. ممكن بقى سواء باريس او ليفربول ده لسه هنشوف. ممكن يبقى نص النهائي التاني اتوقع ممكن يبقى ريال مدريد وليفربول، ممكن ده ما حصلتش مفاجآت. فممكن كده احنا على موعد مع نهائي ممكن يبقى اسباني، واحنا نتمنى كده بين ريال مدريد وبرشلونه، برشلونه وريال مدريد كلاسيكو اسباني باكتساح في مدينه ميونخ الالمانيه. اما على الصعيد دوري ابطال افريقيا القرعه اتعملت والاهلي هيواجه مين؟ الاهلي وقع مع الهلال السوداني. الاهلي والهلال السوداني ربع النهائي دوري ابطال افريقيا. الاهلي والهلال السوداني في قرعه دوري ابطال افريقيا ماتش مش سهل، بس ان شاء الله الاهلي يتخطى الهلال السوداني، واحنا متعودين على الفرق السودانيه والهلال والمريخ، الاهلي لعبهم كتير اخر 5 مواسم. وبيراميدز وقع مع الجيش الملكي المغربي، ماتش صعب جدا لبيراميدز بس بيراميدز تقدر برضه. وترجي وقع مع سان داونز الجنوب افريقي، مولودية الجزائر واورلاندو بايرتس في ربع النهائي برضه. ماتشات كلها شبه متكافئه، بس الفكره بقى الاهلي ان شاء الله ما يتخطى الهلال السوداني هيلاعب مين؟ هيلاعب الفايز من سان داونز والترجي. ماتش هيبقى نص نهائي قوي جدا. الجانب الاخر بيراميدز، الفايز من بيراميدز ان شاء الله بيراميدز تكسب الجيش الملكي هيلاعب مولودية الجزائر، الفايز من مولودية الجزائر اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي. هيبقى ماتشات قويه ان شاء الله. النهائي يبقى مصري بامتياز ما بين الاهلي وبيراميدز. الاهلي بتوفيق الاهلي يكسب بطوله دوري ابطال افريقيا للمره ال13 باذن الله. الاهلي طبعا كان على موعد مع استضافه كاس العالم للانديه، عمل حفله في الاقصر واعلن عن استاد الاهلي الجديد اللي هيتعمل في مدينه الشيخ زايد في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، واتعمل الساعه بتاعته ل 42,000 مشجع. الاهلي كان عامل حفله قمه في الروعه معبد حتشبسوت بالاقصر. الاهلي استاد الاهلي هياخد مده حوالي 200 اسبوع، يعني 4 سنين وشهرين تقريبا. الاهلي بقى زي ما بنتكلم عن الاهلي محليا، اهلي على موعد في ديربي او كلاسيكو مصري ما بين الاهلي والزمالك، والقمه 129 هتتلعب يوم السبت الساعه 7 في استاد القاهره. شوف مين اللي هيكسب، الاهلي بقياده
كولر والزمالك بقياده باسيرو مدرب الاهلي سابقا ومدرب الزمالك حاليا. نشوف اللي هيحصل بالتوفيق للفرقتين ونشوف قمه في الاداء والروعه على ملعب استاد القاهره. بس دي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبكم الحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات. تابعوني على كل اللينكات السوشيال ميديا في الديسكريبشن، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.